شوية سمك، تتبيلة السمك كده ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. اهلا بكل اخواتي القمر اللي انضموا للقناة، وان شاء الله تكون القناة دي يعني حلوة كده ومسلية ومفيدة بالنسبة لكم. واهلا بكل الناس اللي لسه هينضموا للقناة. النهارده طبعا عايزه اقول لكم امبارح كان الجو طبعا حر موت، واول امبارح ربنا يا رب اللهم اجرنا من عذاب النار، حر فظيع. وقولوا لي الاول اللي بتقف زي في المطبخ وفي الحر دوت وضغطها بيعلى وتقعد كده ده تبقى مش قادره من العصبيه، عشان انا بجد امبارح كنت متعصبه بشكل وانا واقفه في المطبخ من كتر الحر. اكتبوا لي في التعليقات اللي زي تقول لي. فطلعت سمك بقى من اللي انا كنت جايباه من شركه السحاب، وقلت اعمل ايه كام سمكيه كده ايه من المكرونه اللي انا بعمله. التوابل بتاعت السمك بحط كمون وكزبره وسنه ملح بسيط، وبعمل زي ما انتم شفتوا كده، بحط توم واحط حته جزرايه صغيره وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وده اللي في ايدي ده صماء حطيته علشان بس ايه ما كانش فيه غير نص ليمونه بس. انا مش عارفه امتى الليمون هيرخص. وحطيت خل باندا. معرفش، خل باندا مش حلو زي ريحانه اقوى. باندا طلع خفيف شويه يا جماعه. دي اول منتج جربناه من منتجات باندا، اللي هي التعبئه بتاعته. ريحانه احلى. تمام. المهم الخلطه بتاعت السمك بتاعتي بقوم اسمها كده نصين، نص هتبل بيه السمك اللي انا غسلاه طبعا ومنضفاه وفتحاه، والنص التاني بخليها بوزعها في كذا حاجة يعني هتشوفوا دلوقتي. تمام. وما بحطش حاجات كتير، هو كمون وكزبرة، هو روح السمك الكمون والكزبرة. ويا سلام لو في سنة جنزبيل، بقالي مدة ما عنديش جنزبيل، عايزة انزل اجيب توابل بقى ان شاء الله، واعمل لكم التتبيلة اللي انا بعملها دي ان شاء الله تعجبكم بأمر الله. زي ما شفتوا كده، وبس بقى بسيبه بقى شويه كده عقبال ما بحضر حاجتي بقى. انا كنت جايبه كمان من عند شركه السحاب، كنت جايبه كيس اللي هو السي فود ده ب55 جنيه، هوريهولكوا دلوقتي. فانا هنا بقطع بقى البصل بتاع الرز. متعصبه بقول لكم بصوا باين عليا العيال بيعصبوني او انا في الحر ما تعرفوش مالي. قولوا لي لو انتوا زيي يا جماعه. انا بجد بتعصب في الحر بطريقه فظيعه، ما بستحملش. المهم قلت اعمل الرز الاول، وحطيت البصل بتاعه، وبعدين هنا بقى كنا بنقطع سلمى بقى بتقطع الحاجات، الجزر والبصل وفصين توم للشوربه بتاعت السي فود. تمام. هي بصل وجزر، وبنحط لها عود كرفس. برضو كنت جايبه كرفس من سوق العبور، يعني كميه كويسه وشلته. وقرن فلفل، اي فلفل بقى، لو في كمان فلفل الوان يبقى حلو قوي، فلفل اخضر، فلفل اصفر، يعني اي نوع فلفل ممكن تحطوه، مع جزر متقطع مكعبات صغيره وبصل مكعبات صغيره، وزي ما قلت لكم كرفس وتوم. تمام. وبتقطع برضو البصل بنفس الطريقه كده ومكعبات صغيره. البنات طول ما هم قاعدين مع بعض في البيت على طول يا جماعة شد وجذب، شد وجذب، لما دماغي بتبقى آخر اليوم خلاص. ده غير طبعا الشغل والرد على التليفونات والبتاع. المهم عملت الرز. أنا بشوح البصل قوي في الأول كده واديله اللون البني بتاعنا. والتتبيلة فاكرين اللي أنا قسمتها، حطيت منها على الرز، وحطيت من تتبيلة السمك على الرز، وبشوحه شوية كده، وبحط له مية سخنة طبعا. هنا بقى ده اللي قطعته بتاع الشوربة، قطعته سلمى، اللي هو الجزر والبصل وعود كرفس
وفصين توم. برضو شوحته مع 3 معالق دقيق او معلقتين دقيق حسب التخانه اللي انت عايزه الشوربه تبقى فيها. وبتسيبيها بقى تغلي وتاخد وتدي كده مع بعض. وبتقلبيها كويس وبتشوفي الملح بتاعها وتظبطيه لها. وهنا حسيت ان السمك اللي هو القشر البياض كان كبير، فقلت اما اقطعه كده ايه قطع صغيره شويه. تمام. وهنا بقى عملت ايه، عملت التلحيسه بتاعه السمك. حطيت ميه وحطيت عليها باقي التتبيله اللي انا كنت شايلاها على جنب، وحطيت عليها شويه دقيق وقلبتها. طبعا الدقيق دوت معاه نشا ومتبل برضو بنفس التتبيله اللي هي كانت في الاول خالص. بحط في الدقيق وبعدين بحطه في التلحيسه بتاعت اللي انا عملتها دي، وبعدين بحطه في الزيت. اي سمك بتقلوه اعملوه كده، يعني بصوا يطلع تحفه جدا، يطلع زي بتاع المحلات بالظبط ومقرمش وطعمه حلو قوي. هتاكلوا القشره بتاعت السمك يعني تاكلوه من بره قبل ما تاكلوه من جوه، اللي هي التلحيسه دي، لان انت واخده من نفس التتبيله اللي انت عاملاها للسمك اللي هي فيها التوم وبتاع، حطاها في التلحيسه اللي هي الميه يا جماعه بالدقيق. فبيطلع طعمه حلو جدا متشرب كده ومن بره ومن جوه. في اي سمك بقى بولتي تعملوه اي حاجه تقلوها اعملوها كده. هنا كانت خدت غلوه خلاص الشوربه، فنزلت عليها بالحاجات اللي هي بعظم الاول اللي هي بقشر اسفل الاول زي الكابوريا والبتاع. واصلا المره دي ما عجبتنيش، مش زي اللي كنت بجيبها منه زمان، كان بيحط حاجات حلوه كده. دلوقتي مش عارفه ليه حاطط كابوريا نوع مش حلو، حاطط كابوريتين مش حلوين، حاطط هو يا دوب هي جمبريايه واحده اللي حاططها. فما كانش بصراحه، كان الاول بيحط فيها ويعبيها كده. دلوقتي ما بقاش بيحط فيها حاجات حلوه غير بس هو القشر البياض اللي كان كويس يعني. حطيت قشر البياض زي ما شفتوا كده بقى في الاخر بقى، ده اخر خطوه اللي هو قبل ما اشيلها بدقيقتين مثلا. وبحط شويه لبن صغيرين، ولو عندكم كريمه لباني بتحطوا كريمه لباني، بس انا اتعودت احط في الاخر شويه لبن لان انا اتعلمتها من مطعم، يعني اتعلمتها من حد شيف يعني. وبتطلع بصوا والله العظيم تحفه. الناس اللي عندها مشكله في السي فود ما بتعرفش تعمل شوربه السي فود، والله تاخد مني الوصفه دي، جميله يا جماعه. بس الرز لونه حلو ازاي. هنا بقى سلمى بتعمل سلطه وكان بقى الرز خلاص بيتشرب على النار، والشوربه اللي هي شوربه السي فود دي هي حاجه كده جنب. لكن انا لما بعمل شوربه سي فود انا ببقى جايبه مكوناتها، بتبقى احلى بكتير كمان يعني، لان ببقى جايبه كل حاجه بقى انا بنفسي وبقطعها وبشيلها، بس بتكلف بقى. يلا ربنا يعيننا كلنا يا رب على الايام الحلوه الجميله دي. الحر مش مخلي بصوا الواحد عارف يفكر حتى. وحتى العيال يعني النهارده الايام دي ايام امتحانات، اللي زي بناته بتمتحن او ولاده بيمتحنوا في الكليه يقول لي. فالعيال برضو يعني النزول في الامتحانات والكلام ده مخلينا برضو متوترين وكده. الناس اللي سألوني على دواء التخسيس في الفيديو اللي فات، بس عايزة انوه يا جماعة انه الناس اللي عندها سكر لازم تراجع دكتور ارجوكم، علشان هو بيبقى غلط على مرضى السكر، لانه هو بيشتغل على الانسولين وعلى الحرق، يعني بيعلي الحرق وبيشتغل على الانسولين. فبعد الشر يعني فاهميني، ارجوكم يعني لازم لو حد عنده السكر يراجع دكتور ويقول له ينفع استخدمه ولا لا. تمام. اجمل حاجه السلطه جنبها، واسرع حاجه والله السمك اسرع حاجه. قولوا لي انتوا ايه اسرع حاجه بتعملوها في الصيف، لان العيال ما بيرضوش ياكلوا طبيخ. الطبيخ بيبقى تقيل في الحر وبالذات في الحر الجامد ده. فقولوا لي برضو ايه الاكلات يعني اللي بتبقى مفضله في الصيف. انا بالنسبه لي بيبقى سمك، بيبقى بانيه، بس ربنا يستر بقى على موضوع الفراخ اليومين دول. الفراخ اليومين دول بيقولوا فيه مشكله، عايزه الحق اروح باندا. مش عارفه انتوا ايه رايكم،
ايه الاماكن اللي ممكن يكون فيها فراخ بالنسبه لكم تكون كويسه وكده، لان مشكله الفراخ دي بيقولوا هتقعد 3 اشهر. الفيروس اللي جه للفراخ ده هيقعد 3 اشهر. والله الواحد ما عارف يعمل ايه. ربنا يلطف بينا، ربنا يلطف بينا. فبفكر اروح باندا اشوف يعني ان شاء الله تكون الفراخ هناك سليمه وكويسه، لانه الصيف يعني بانيه، يعني كبده بالرده، يعني حاجات كده. لكن طبيخ انسوا والله بيتبقى كتير، والعيال ما بيبقوش قادرين. انا باكل اي حاجه، انا شويه بصاره شويه بتاع، اي حاجه باكلها الحمد لله. وخصوصا بعد ما بقيت اخد الدواء ده اصلا ما بقيتش افكر في الاكل خالص. لكن البنات هم او العيال عموما في اي بيت هم اللي بيفهمه، هم اللي بيمشونا زي ما بيقولوا. يلا ربنا يعيننا ويقوينا على اولادنا، ويعين كل ام والله مسؤولة عن ولادها، ومسؤولة عن بيتها، ومسؤولة عن كل حاجة تقريبا يعني. والله العظيم الام المصرية دي بتصعب عليا بطريقة، ده احنا رحمة. بشوف والله امهات يعني بيبقوا عندهم ولاد اكتر مني. يعني انا اعرف واحدة عندها 5 بنات، انتوا متخيلين؟ الله يعينها ويقويها برضه، وبتشتغل وجوزها متوفي. فلا، في ستات كتير ما شاء الله شايلين الهم بطريقة، وشايلين مسؤولية. رخر والله معروف عننا ان احنا اجدع ستات في العالم. الحمد لله عملنا الغدا، واجمل بقى لحظة بقى اللي بعد الغدا دي، وبعد ما نكون خلصت كل حاجة هاخد نفسي كده واقوم طالعة على البلكونة. تعالوا بقى اتفرجوا على المزاج اللي كنت فيه. الجو فك شوية الحمد لله. الجو فك شوية. أحلى ساعة تحبي تقعديها مع نفسك اللي هي الساعة اللي بعد الغدا، وبعد ما تكوني خلصتي كل شغل البيت ومفيش حاجة، محدش بيتخانق مع حد، محدش بيزعق لحد، وتريحي دماغك وتقعدي كده تستقري. الله بصي يا بنات الهوا، الله سبحان الله. مع انهم قالوا النهارده هيبقى حر جدا. كوبايه الشاي بتاعتك، الله تسلم ايدك. اجمل حاجه